الإنسان في كبد. الآية دي لو ركزت فيها كويس هتلاقي إن دي معجزة كبيرة فوق ما تتخيل. اللي معناها إيه؟ كلنا كبني آدمين فاهمين إن الناس الأغنياء مرتاحة نفسيا وماديا وبدنيا وكل حاجة، أو مثلا رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزير الفلاني مرتاح مثلا من كل حاجة. لا، كلهم في كبد، كل البني آدمين في كبد، وده دليل ومعجزة إن القرآن ده من عند ربنا. أول حاجة أنت كبني آدم في دماغك مثلا ان رئيس الجمهوريه ده مرتاح بقى وكل الناس نفسها تبقى زيه. لا لا، بالعكس. ده انت كفقير لو رحت تصيف في راس البر مثلا ولا في اي مكان شعبي وقاعد في وسط الناس دي ومحدش يعني مش قلقان من حاجه، دي نعمه انت مش حاسس بيها. ليه؟ لان ممكن غيرك عايز يعمل كده بس مش قادر. فنان مشهور مش قادر ينزل في المكان ده، رئيس جمهوريه ما امنيا مش قادر ينزل، ولا وزير. ففي حاجات انت مش متخيلها ان هم عايشين في كبد. حتى لو نجيب ساويرس وحد عنده مليارات، كفايه اداره مجموعه الشركات بتاعته وسلسله مطاعم وسلسله مش عارف ايه، وجوه مصر وبره مصر وده الدوله دي طلعت قرار هيخسرني وقانون جديد، والدوله دي فرضت عليها ضرائب زياده، والدوله دي مش عارف ايه. ده عايش في كبد على فكره. مش معنى كده بقول لك ان الفقير مرتاح، لا، الفقير برضه عايش في كبد، بس كل واحد على قد تفكيره. ده بيفكر يجوز ابنه، ده بيفكر يدفع ايجار شقته، ده بيفكر هياكل ايه بكره، وده بيفكر شركته اللي في كوريا الجنوبيه هتعمل ايه لو القانون ده طلع، واللي في امريكا هتعمل ايه لو القانون ده طلع. وكله عايش في كبد، مضغوط نفسيا وماديا وكل حاجه. مفيش حد مش مضغوط ماديا حتى لو ايلون ماسك. مفيش حد مش مضغوط. يعني لو انت هتاخدها بسخريه، لا، ايلون ماسك عنده عقارات مثلا بمليارات، ممكن اي قانون في ثانيه يخسروا فيها مليارات ويطلعوا فيها مليارات، وممكن حاجه تقع وممكن حاجه ما تقعش. فعايش في كبد وعايش في نفسيه وعايش في قلق، وجايز عايش بمهدئات وحاجات من دي. في نفس الوقت الراجل اللي بيفكر في ايجار الشهر اللي جاي عايش في كبد وما بيعرفش ينام، واللي بيجوز ابنه مش برضه مش عارف ينام. ففي حاجات كتير انت كبني ادم مش متخيلها، والايه دي معجزه ان هي بتقول لك لقد خلقنا الانسان في كبد. الانسان كله، مش شويه منهم ومش شويه هنا، لا، كل الانسان عايش في كبد. الغني والفقير، القوي والضعيف، رئيس الجمهوريه والغفير، كل الناس عايشه في كبد. كل الناس عايشه في ماديات ونفسيات وسلطه وضعف وتعليم. حتى الطالب اللي في المدرسه عايش في ضغط، العامل اللي في شركة عايش في ضغط، الوزير اللي في وزارة رئيس الوزراء ضغط عليه والرئيس طالب منه حاجات. كل الناس عايشة في ضغط. فأنت لازم تعرف إن القرآن ده معجزة في كل كلمة وكل حرف. السلام عليكم، اعملوا لي شير ولايك.